السلام عليكم زوار جريدة بريس تطوان، نحييكم من مدينة مراكش. طاقم جريدة بريس تطوان انتقل إلى عين المكان، انتقل إلى قلب الحدث. يعدكم أن ينقل لكم جميع مستجدات ووقائع هذه الفاجعة. شوف كي كان في الاول الجامع ديال الجراب الشاكي كي كانت في الاول كي ولات في الاخر. هنا المنابر الصحفيه اللي كانت عندنا هنايا كانوا غير تيصوروا ما تيناقشوش مع الناس شنو واقع، شنو خصكم، شنو الضرر اللي عندكم، شنو كذا والو. حول من اللحى كله راب عباد الله، ما لقيت باقي فين تنعس وداك بلاط حلا التروي. الحمد لله على السلامه اخويا، واللي الوفيات اللي ماتوا اجرهم الله اخويا. انا صونات لي امي تتبكي لقيتها خارجه بالطون، الله يخليها ليا. يا جيك وانا مشيت نجري، مشيت ضربت الدري دفعته قلت ليه برك امي راه طاح عليها شي حاجه. شنو هو السبب اللي خلى الساكنة تخرج من الديور ديالها وتنعس في الزنقة؟ خويا راه عباد الله، راه كاين اللي دارو رابت ليه. راه خويا شوف الملاح، شوف المدينه القديمه، المدينه القديمه كلها واكله راسها. عباد الله راه ما لقاتش فين تبات في دارها، وكلشي مخلوع، وكلشي تيبات في الزنقه. عباد الله راه مكرفصه، وهادو وسعاك هذوك اللي في الجبال وداكشي. عباد الله راه ما لقات ما تاكل، ما كاين لا اللي يعاونهم لا والو. واخويا راه خايفين عباد الله لا تعاود ثاني يجي يعاود يضرب، ماشي حق خارجيني راه خافوا عاود ثاني يضرب الزنزان. والله يجيب السلام. عباد الله راه باقا تحت التراب. عباد الله راه باقي شي يجبدوا فيها. عباد الله هي دابا واحد شويه الله جبدوا السيد من رياض الزيتون. اي واحد شويه راه لا اله الا الله محمد رسول الله. اخويا اش بنقول لك، هذاك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى. ولكن بنادم يتقي الله واحد شويه اخويا. لاحظنا أيضا هنا في مراكش الخسائر كانت أقل بالمناطق القروية، إقليم الحوز. واش داكشي كيرجع للبنية التحتية ولا شنو بالضبط؟ راه اخويا كيف الشراء البني تما كيكون شويه فهمتي، ما كيف نشرح لك، تيكون راشي ماشي كي بحال انا دابا كيشتي هنا البني كاين شي شويه فهمتي حتى الماده. هو مساكن راه كيف عرف الشراء تيبنوا بالتراب والغيس وفهمتي، وكيديروا شويه الحجر. البني شي شويه داير راشي. ربما حتى الكتبية زعما لو ما كانش تغمت ربما كانت غطيح. لا راه هي حيت الشيء البني ديالها راه اصلا هي راه هي الكتبيه ديالها صحيحه، ولكن داكشي ديالها الجنباني راشي، راه طايحين فيهم شي قناد. طاحوا فيهم شي قناد جنب الجامع، راه طايحين فيهم شي قناد. وبالنسبه لسميتو لجيت اقليم الحزم مولاي ابراهيم مكرفصين عباد الله. اخويا داكشي اخويا جا على غفله اخويا، ما نكذبش عليك، داكشي جا على غفله. بنادم كان غاجي كاين لا كاين اللي جاي من الخدمه، كل شي غاجي بنادم غاجي عنده وليداتو خلاهم في الدار، حتى جا داكشي على غفله. سبحان الله مبدل الاحوال، كلشي بدا تجري، كلشي يقول راسي يا راسي، كلشي غادي يشوف وليداتو. وهادشي اللي كاين اخويا، الارض تهزات. داكشي ديال الله اخويا، داكشي ديال الله. وبنادم عباد الله تضرات بزاف في المدينه القديمه بعد ما رابوا لها التشور ديالها، فهمتي. بنادم ما عنده شكون كان عنده بنادم دابا عباد الله نعسها في الزنقه وما سكرات والو. ولكن نطلبوا حنا واحد الرساله من المسؤولين، انا كاينين الناس اللي ما عندهمش التعويضات باش يعاود يبني دار ويطلعها ولا شي حاجه، يشوفوا كيجري لهم بعدا فين يباتوا، يبنوا لهم شي لعيبه تاع البرد. امرك بداش يدخل ليه البرد دابا، ماشي داك الصد اللي فيه. عباد الله راه نعسه جاي البرد دابا. عباد الله نط فيها قالت بالك بغات تمشي عباد الله يتنعس في الطريق قرايه البرد، ويجري لهم شي قياطن ولا شي حاجه فين يباتوا. من هنا حنا الله يجري لهم، يشوفوا كيجري لهم. عباد الله راه نعسه في جامع الفنا. عباد الله في البرد اخويا، ولا اله الا الله، ولا من اللحى كله راب. طاقم جريدة بريس تطوان معكم في المواكبة، معكم في إعطائكم جميع المستجدات وجميع التقارير في انتظار التحاق باقي المنابر الإعلامية. شكرا لكم أعزائنا الكرام زوار جريدة بريس تطوان على المتابعة، ولا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.